السلام عليكم، وياكم اخوكم عباس المميز. طبعا مشتاق لكم هوايه، ولا تنسون لايك واشتراك ودعم القناه. البس سماعاتك واسمع القصه. بدر عمره 23 سنه، تعرف على بنت عمرها 21 سنه، والبنت اسمها نسرين. طولت علاقتهم 4 سنوات، والان هسه انا بدر وراح اكمل لكم القصه. انا كنت احب نسرين حب خيالي، وما اعتقد اكو مثل حبنا. والبنت هم كانت تحبني، وكانت ما تقدر اذا انا ماكو، يعني اذا انا ماكو هي ما تقدر تنام، وانا هم كذلك، يعني اذا هي ماكو انا ما اقدر انام، يعني عايش عليها وهي عايشه علي. المهم بعد ما دخلنا السنه الرابعه انا وياها من علاقتنا، بدايه السنه تقريبا الشهر الواحد نسرين اختفت. ادق عليها الخط مغلق، نهائيا مغلق، يعني ماكو، وكل ما خبرها يطلع لي مغلق، كل ما خبرها يطلع لي مغلق. شنو السالفه؟ ظلت قلقان اني قد مره، وتجيني هواي افكار انه صار بيها شي. مرت هاي الحاله 7 ايام، 7 ايام عدل هي ماكو، وانا ما اقدر انام، يعني يا ريت لو انام لي ساعه باليوم وهي ماكو. وظليت افكر بيها والافكار تعم علي وما تخليني انام بعد بلا زين. واقعد واقول هسه هي نايمه، قاعد تاكل تشرب، شنو صار لها فشي وكذا، وعقلي مشوش بذن التفكيرات وهي ماكو نهائيا. ومرت السالفة أكثر من 20 يوم وهم ماكو عنها أي خبر، وأحس روحي تعبت أنا. ومرت شهرين وهي ماكو، وأحس تعبت بالأكثر. يا رب شنو صار لها؟ وبيني وبين نفسي أقول يعني معقولة نسرين تروح من عندي بهالسرعة؟ وحتى ما ودعتني ولا قالت لي أي شي، صارت غفلة يعني. ومر السنة ونسرين ماكو، وما بقيت مكان أنا وياها طالعين بيه ما رحت له، وكل مكان اللي شفتها بيه أظل قاعد هناك وأقول نسرين هنا شفتها، وهنا كنت أحكي وياها، وهنا وهنا وهنا. ومن هذا الحكي وهاي الذكريات اللي تأذيني أكثر، وأشوف الأماكن وأشوف صورتها ما أحكي لكم بالإحساس اللي صار بيه. فجأة وأنا قاعد بأحد الأماكن الاجتماعية، وشفت بنت قدامي من بعيد قاعدة وياها رجل، وظليت اناظر لها واحكي ويا روحي هاي نسرين لو مو نسرين، لو انا قاعد اتخايل. ومن هذا الكلام والبنت انتبهت انه انا قاعد اناظر عليها، وقمت انا قمت اتمشي واحاول اتقرب عليها. وقبل لو اوصل الرجل قاعد يمها قام راح طاب الاسواق، وانا بهاي صارت لي فرصة اروح احكي وياها وانا متلهف عليها، وحسيت هي متلهفة علي وباوعت عليها. طلعت هي نسرين وظلت هي تباوع علي، وصرت قريب اكثر وحضنتها، وانا كنت حيل متلهف عليها ومشتاق لها هوايه. وبعدين نظرت علي وقالت لي انا تزوجت يا بدر، انا تزوجت، وهذا الشخص اللي وياي هذا رجلي. وقالت لي اهلي ضغطوا علي وسحبوا من عندي الجهاز، وما قدرت كل شيء اسوي ولا قدرت اوصل لك باي طريقه. وانا ذيك الساعه ما اعرف اوصف لكم شنو صار بي وشنو صار احساسي وشنو صار بداخلي انا. واحس اشعر بالحزن، وبوعت بوجهها وقلت لها بحزن قلبي الف مبروك. وعفتها وانا ماشي واقول يا ريت ما شايفها، ويا ريت مو شايف هاي الصدمه اللي صارت بي. يا الخسارتك من وكيل، يا الخسرتك عالفرق ليش استعجلت، لا 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 بختك. يا الخسارتك من وكيل، يا الخسرتك عالفرق ليش استعجلت، لا 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 بختك. لو بس لك جا وتجي ليل ونهار ابقى ارتجي، لو بس لك جا وتجي ليل ونهار ابقى ارتجي.
سنة كان انتظرتك هاي الخسرتك